ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل نقل محمد صبحي إلى أحد مستشفيات القاهرة، والنقابة تتدخل ببيان رسمي للجمهور. محمد صبحي في ظل تداول أنباء مكثفة خلال الساعات الأخيرة عن تعرض الفنان محمد صبحي لأزمة صحية مفاجئة، خرج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بتصريح رسمي ليطمئن جمهور ومحب محمد صبحي على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، لكنه يخضع فقط لفحوصات طبية روتينية داخل أحد المستشفيات للإطمئنان ليس أكثر. هذا التوضيح الرسمي أراح محبي محمد صبحي، خاصة أن شائعات مرضه أثارت حالة من القلق بين متابعيه نظرا لقيمته الفنية الكبيرة وتاريخه الممتد عبر عقود من الإبداع المسرحي والتلفزيوني والسينمائي. محمد صبحي موهبة نشأت في قلب شارع محمد علي وتألقت على أكبر المسارح. نشأ محمد صبحي في بيئة قريبة من الفن، حيث ولد في القاهرة يوم 3 مارس 1948، ونشأ في حي مجاور لشارع محمد علي المعروف بازدهاره الفني واحتضانه للمسارح ودور السينما. هذا القرب المباشر من المشهد الفني كان له بالغ الأثر في تشكيل موهبة محمد صبحي منذ نعومة أظافره. التحق محمد صبحي بالمعهد الفني للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام 1970 بتقدير امتياز، ورغم حصوله على وظيفة معيد بعد التخرج رفضها من أجل التفرغ لصقل موهبته والبدء في مشروعه الفني الذي حمل لاحقا اسم استوديو 80. انطلاقة محمد صبحي الفنية في الكومبارس إلى أحد أهم رموز المسرح. بدأ محمد صبحي مشواره الفني في أواخر الستينيات من خلال أدوار صغيرة ككومبارس أمام نجوم كبار مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد نجم ومحمد عوض. ورغم صغر أدواره في البداية فإن موهبته سرعان ما فرضت نفسها ليصبح أحد نجوم الصف الأول في المسرح والدراما. قدم محمد صبحي ما يقرب من 28 مسرحية، من أبرزها هالو شلبي، هاملت، الهمجي، غزل البنات، وخيبتنا، كما أبدع في 13 مسلسلا تلفزيونيا ناجحا أبرزها رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، وعائلة ونيس. محمد صبحي نجم حمل قضايا المجتمع على خشبة المسرح وشاشة التلفزيون. كان محمد صبحي حريصا دائما على أن تكون أعماله ذات رسالة، حيث ناقش في مسرحية الهمجي عام 1985 مجموعة من الصفات البشرية السلبية مثل النفاق والحسد. أما مسلسل فارس بلا جواد الذي كتبه وبطله بنفسه فقد تناول فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وأثار جدلا واسعا لتطرقه إلى بروتوكولات حكماء صهيون بطريقة ساخرة وذكية. شخصية سنبل التي جسدها محمد صبحي في رحلة المليون تعد من أيقوناته الفنية، إذ لعب دور الشاب الفقير الساذج الذي يسعى للانتقام بعد خداعه من أحد المحتلين. هذا الدور ترك بصمة كبيرة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي. ربنا يشفيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.